شنو قصة هذاك البيت المصنوع من الإمرالد؟ ليش بيت مصنوع من الإمرالد وفخم لهذيك الدرجة يظل فاضي وما يسكن فيه أي واحد؟ شنو اللي عم بيصير؟ أنا ما خبرتك قصة هذاك البيت؟ لا والله ما خبرتني بأي شيء. ممكن تفسر لي لو سمحت؟ أنا محتار بصراحة. هذاك البيت ما في أي واحد يملكه، يعني أي شخص يقدر يروح ويسكن في هذاك البيت. طيب إذا كان كذا ليش هذاك البيت فاضي؟ بحكم إنه ما في أي شخص يملكه، ليش ما راح واحد من سكان القرية وسكن فيه؟ شنو اللي عم بيصير؟ أنا كمان ما أدري، خبرتك باللي أعرفه. إذا بدك روح اسكن بهذاك البيت، شنو عم تنتظر؟ والله يمكن إني أسويها، ليش لا؟ ليش لحتى ما أسكن فيه؟ إذا ما كان خطير بسكن فيه. أنا ما أدري إذا كان خطير أو لا. أنت روح جرب بنفسك، رح تكتشف كل شيء. تمام والله يمكن إني أسويها عن جد، يمكن إني أروح أسكن ببيت الإمارات. كل شيء وارد، والله كل شيء وارد. على كل حال أنا صار لازم إني أروح الحين. فكر في الموضوع على مهلك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة صديقي، مع السلامة. تمام، خلي بس أقفل الباب وراه. تمام أوكي حلو ماشي. بيت الإمارات موجود قريب من بيتي، أصلا بقدر إني أشوفه من هذا الشباك. هذاك البيت فاضي، ما في أي شخص يمتلك هذاك البيت وما في أي شخص يسكن بهذاك البيت، رغم إنه بيت فخم. ليش الله أعلم. ليش لحتى ما أسكن فيه؟ والله ليش لحتى أسكن بهذا البيت الخشبي؟ بقدر إني أخذ أغراضي وبحولها لهذاك البيت وبعيش مرتاح. بسويها؟ يلا شنو عم بنتظر؟ تمام، كل المطلوب مني اني بس اخذ اثاث بيتي معي. يلا تمام، راح اخذ كل اثاث بيتي ان شاء الله وبحوله لهذاك البيت وبستقر هنيك. ما في اي مشكلة بالموضوع اتوقع. يلا ناخذ السرير، ناخذ هي الساعة كمان، بعدين ناخذ هي الكتب، راح اخذ كل اغراض بيتي طبعا، بعدين راح اخذ هي اللوحة. كل اغراض بيتي صارت معي. الحين لازم اني اقفل بيتي، ما تدري يمكن اني ارجع له بيوم من الايام، الله اعلم. تمام، الحين صار لازم اني اخذ كل هي الغراض وبحطها بالبيت الجديد وبستقر فيه. لحظة واحدة بس، خليني افوت قبل كل شيء وبشوف شنو الوضع جوا. تمام، البيت نظيف، والله ما في وسخ ابدا، وفي اضاءة بعد، في شموع بكل مكان، ولكن ما في اثاث. اوكي تمام، والله اتوقع ان البيت ما بأي شيء. والله ما في اي شيء، بقدر اني اسكن فيه وبدون اي مشاكل. تمام، يلا خلينا نحط التلفزيون مثلا هني، بعدين بنحط هي هني، بنحط هي هني، بعد نحط الساعة مثلا بهذا المكان، بعدين بحط كتبي زي كذا. لحظة واحدة بس، والله يا اخي قربت اني اخلص تأثيث البيت. ثواني بس، خلينا نوخر هي الشمعة شوي، نحطها مثلا كمان بهذا المكان، بعدين راح نحط هي هني، ونحط الطاولة والكراسي آخر شيء. اوكي، والله حتى ريحة البيت عجبتني بصراحة. انا توقعت اني راح القاه متسخ، ليش؟ لانه صار له فترة طويلة مقفل، بس البيت صار جاهز للسكن بدون اي مشاكل. يعني كذا الموضوع بهي البساطة؟ يا الله. تمام، يلا على كل حال خليني الحين بطلع وبروح لشغلي، والله تأخرت على الشغل. بقفل الباب زي كذا، وهذا البيت صار بيتي من اليوم. خلي اروح للشغل وبرجع بالليل ان شاء الله. واخيرا خلص الشغل. شنو هذا اليوم اللي مر على راسي؟ احلى شيء بسويه الحين اني ارجع لبيتي وبرتاح بعد هذا اليوم. والله ان احسن جزء عندي هو، لحظة، أنا شنو عم بسوي؟ راجع لبيتي القديم، حسبالي إني لساتني ساكن بهذا البيت، نسيت إني ساكن ببيت الإمارات الرهيب الأسطوري. والله يا أخي، والله إني سعيد بهذا البيت. شوفوا، بيت من الإمارات. هلا اللي بيشوفني بالقرية بيقول إن هذا شخص غني. والله. يلا تمام، أخذت هذا البيت بدون أي تعب وبدون أي مجهود. الحين لازم إني أفوت لبيتي وبرتاح شوي بعد يوم الشغل وين أثاث بيتي؟ لك أني مو أثثت البيت اليوم الصبح. وين اختفى كل الأثاث؟ البيت رجع مثل ما تركته أو مثل ما لقيته اليوم الصبح بالضبط. جبت أثاثي كلها وحطيته هني، وهلأ ما في أي شيء. البيت سقف وقاعة، ما في أي شيء. لا تقول لي إن في حرامي فات لبيتي. يا الله يا الله يا الله، شو بدي أسوي بهاي الورطة؟ حرامي فات لبيتي وسرقني. يلا خلي بس أروح بسرعة لعند صديقي وبخبره بالشيء اللي صار. يا الله شنو اللي عم بيصير؟ هاي ورطة، هاي مصيبة. صديقي افتح الباب بسرعة. يلا ثواني جيتك. يلا يا أخي، تعال شوف المصيبة اللي صارت على راس صديقك. يلا تعال. ما راح تصدق شنو اللي صار معي، ما راح تصدق. خير إن شاء الله. أنت ليش مرتعب؟ شنو صاير لك؟ بيتي انسرق. فات حرامي لبيتي وسرق لي كل أثاثي، ما ترك فيه أي شيء. حرامي؟ وشلون صار كذا؟
اني رحت للشغل اليوم الصبح، ولما رجعت من الشغل لقيت بيتي صار فاضي، ما في اي شيء، مثل ما قلت لك ما في اي سبب ثاني، حرامي فات للبيت وسرق كل شيء فيه، اني متأكد. والحين شنو بدك تسوي؟ شلون راح تقضي هاي الليلة؟ أثاث بيتك كله راح. اي والله ما ادري يا اخي، لازم اني اتقبل الامر الواقع. بكره ان شاء الله راح اشتري اثاث جديد للبيت، بس لو سمحت ممكن انك تعيرني سرير انام عليه الليله، وباذن الله بكره راح ارجع لك اياه. أكيد أكيد، انتظرني ثواني وراح أجيب لك سرير. يلا شكرا لك صديقي، انا عم بنتظرك، جيب لي سرير. اوكي بكره ان شاء الله راح اعيد اثاث البيت من اول وجديد، ولكن هلا خليني اخذ سرير من عند صديقي. اوكي اعطيني السرير يا صاحبي، اعطيني السرير، يلا احسن من لا شيء، على الاقل بلقى شيء انام عليه الليله. يلا شكرا لك، يلا والله معروفك معي ما راح انساه. ما في أي مشكلة، تتفضل بأي وقت. بس اسمع، دير بالك المرة الجاية، حاول إنك تقفل الباب وما تخليه مفتوح لحتى ما يفوت الحرامي. ان شاء الله ان شاء الله بالمره الجايه راح احاول اني اكون حذر اكثر من المره اللي راحت. إن شاء الله. الحين تصبح على خير. وانت من اهل الخير، السلام عليكم. طيب يلا شكرا لله، على الاقل اعطاني سرير، ما راح انام بالارض الليله. يلا خلي احط السرير بهذاك البيت وبقضي هي الليله مثل ما تكون، وبكره ان شاء الله راح احاول اني راح اثث البيت من اول وجديد. شنو بدي اسوي يا اخي؟ لازم اني اثث البيت، ما يصير اني اتركه فاضي زي كذا. الحين يلا خليني انام، بسم الله. اوكي هذا كل شيء قدرت اني اشتريه، كرسي وطاولة وهذا السرير وهذا التلفزيون القديم التعبان. اي والله اثاث البيت جدا غالي بصراحة، ما قدرت اني اشتري غير هذول الثلاث اغراض. يلا على كل حال باذن الله راح اشتغل زيادة وزيادة لبين ما ارجع اثث بيتي من اول وجديد مثل ما كان. نقول بس ان شاء الله تمام. خلي اقفل البيت الحين، لحظة واحدة بس. بعد ما اقفل البيت شنو بدي اسوي؟ راح احط بلوكات ديرت كمان لحتى أأمن البيت إن شاء الله وما يفوت أي واحد بغيابي. نحط ديرت زي كذا. أوكي تمام كذا الباب صار مقفل. حلو يلا تمام. ما أتوقع أن الحرامي راح يجي مرة أخرى. خلاص هو سرقني، شنو بدي أسوي مرة أخرى؟ يلا أنا متأكد إنه ما راح يجي. أوكي الحين صار لازم إني أرجع لشغلي، لازم إني أحصل فلوس كثيرة لحتى أثث البيت من أول وجديد، ما يصير إني أخليه زي كذا بهي الأغراض التعبانة. يلا خلي أرجع للشغل الحين. اوكي خلص يوم الشغل، اشتغلت ساعات اضافية لحتى اقدر احصل المزيد من الفلوس، لان لازم ان يكون عندي كمية كبيرة من الفلوس مشان اقدر اثث بيتي من اول وجديد. حلو خليني على لحظة، الديرت اللي حطيتها قدام الباب وين؟ اختفى. انا عم بشم ريحة حرامي. ثواني خلي بس ارجع البيت بسرعة. يا رب يا رب اني ما اكون انسرقت هي المرة بعد. والله مثل ما توقعت انسرقت، ما ظل اي شيء بالبيت، لك حتى الاغراض اللي جبتها اليوم انسرقت. شنو اللي عم بيصير؟ يا الله لازم اني هلا بروح لعند صديقي من اول وجديد وباخذ من عنده سرير لحتى ما انام على الارض. نفس الموضوع كمان اليوم انسرق بيتي. شنو اللي عم بيصير؟ منو هذا الحرامي اللي عم يترصد لي؟ هذا الحرامي اللي قاعد ينتظرني كل يوم مشان اروح للشغل لحتى يسرق بيتي. حتى الاثاث التعبان اللي جبته خلاص راح. يا الله صديقي السلام عليكم، اطلع بسرعة. يلا اجيت. يلا تعال. شنو هاي الورطة اللي عم بتصير معي؟ الله اعلم. صديقي ما راح تصدق، اليوم بعد انسرق بيتي، اثثت بيتي من اول وجديد ورجع الحرامي سرقه مرة اخرى. مستحيل، شلون البيت انسرق مرة اخرى؟ انت ما اخذت احتياطاتك ولا شنو؟ والله اخذت كل احتياطاتي وقفلت الباب وحطيت بلوكات ديرت ورا الباب، ولكن مع ذلك البيت انسرق. شوف لازم انك تسوي خطة لحتى تكشف الحرامي. بكرة ان شاء الله لا تروح للشغل وظل راقب البيت لحتى تعرف منو هو هذا الحرامي اللي قاعد يسرقك. والله فكرة، بكرة ان شاء الله رح اظل راقب البيت وبشوف شنو اللي عم بيصير وليش هذا الحرامي او منو هذا الحرامي اللي قاعد يجي يوميا لحتى يسرقني. ان شاء الله بكرة رح تكتشف كل شيء. الحين لو سمحت بعد اذنك ممكن تعطيني سرير لحتى انام عليه؟ والله بيتي فاضي كالعادة. اكيد ثواني رح اجيب لك السرير وبرجع. اوكي انا عم بنتظرك صديقي. يلا تمام اليوم بعد بدي انام على سرير صاحبي. لك ليش؟ اثاث بيتي وين؟ الله اعلم. لحظة اوكي اعطيني السرير صاحبي، اعطيني السرير. شكرا لك شكرا. يلا الحين تصبح على خير. وانت من اهل الخير، ان شاء الله ان الحقيقة تبان بكرة. ان شاء الله يلا السلام عليكم. طيب خلينا ناخذ سرير صديقي والحين برجع لحتى انام، وبكرة ان شاء الله راح اسوي اللي قال لي عليه وراح احاول اني اكشف الحرامي. هذا كل شيء قدرت اني اشتريه، طاولة كرسي وسرير.
هاي هي الفلوس وين كفتني، ما حد عندي فلوس ابدا ابدا، كل فلوسي خلصت، لكن سرقت مرتين، صرفت كل فلوسي على اثاث البيت. تمام، الحين بعد ما اشتريت هاي الغراض صار لازم اني اقفل باب البيت زي كذا، والحين ما راح اروح الشغل، لا 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 لا، بالعكس بدي اروح ان شاء الله ورا هذا البيت الحجري وبظل اراقب البيت طول اليوم. ايه، وراح اشوف ان شاء الله منو هذا الشخص اللي عم يجي كل يوم مشان يسرق اثاث بيتي. والله ما أدري، لأنه مستحيل إني أنسرق يومين ورا بعض، أكيد في شخص متقصدني، أنا متأكد. الحين كل المطلوب منا إن ننتظر ونشوف منو اللي راح يجي مشان يسرقنا. ثواني، الوضع تمام، ما في أي واحد. يلا خلينا بس نشوف. متأكد إني راح أشوف الحرامي اليوم. ثواني، هذا شخص مار من هني، خلينا نشوف منو اللي بده يسرق البيت، الله أعلم. يلا لساتني لحظة، مو هذا الشخص اللي مار من هني هو الحرامي؟ خلي بس اتخبى. شنو عم بيسوي؟ فات للبيت. اي والله، يعني في حرامي متقصدني، كل يوم بيجي لبيتي مشان يسرق الاثاث. لحظة واحدة بس، شنو عم بيسوي؟ طلع وقفل الباب، والحين اتوقع انه بده يروح. خلي بس اتخبى لحتى ما يشوفني. ثواني، راح ركض. ثواني خلي بس اشوف اثاث بيتي. لحظة، هرب، ما بقدر اني اكلمه، ما بقدر اني امسكه، هذا حرامي خطير، يمكن انه يسوي لي اي شيء. لحظة واحدة بس، خلينا نشوف بيتنا. كل الاثاث اختفى، يعني هذاك الشخص هو اللي عم يسرق الاثاث. يا الله، يعني هذا البيت المصنوع من الإيمرالد طلع مجرد فخ. اي والله، مسويه هذاك الحرامي لحتى تجي تسكن فيه الناس، وبعد ما تسكن فيه الناس يسرق لهم الأثاث حقهم. يا الله، يعني مو كل شيء حلو وكل شيء غالي مفيد إلنا. مثل هذا البيت لما تشوفه تقول إنه أفخم وأكثر بيت مريح بالعالم، ولكن هو فخ للناس لحتى تنسرق من عندهم كل غراضهم.